السلام عليكم، كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا ناشطين وماشطين وما خاصكم حتى شي خير ان شاء الله. وما ننساوش بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غندوز معكم النهار كما هو بعد الليل، وبديت قلت غنشقى يا لا. المهم ساليت الروينه ديالي، ساليت هكا الماينات حيدتهم عليا، بقى لي التفاح هذا قلت غنديرو في المجمد. نقيته كامل، كان عندي تقريبا هنا 1 كيلو وربع او اقل. المهم ما عقلتش بالضبط، ولكن هاد التفاح هذا راه كينفع وكديريه في المجمد ما كيكحل لك المهم كيبقى في اللون ديالو زوين. غنقيه كامل، غنحيد له القشور ديالو. بغيتي تخلي ليه القشور ديالو وتنقيه عادي وديريه وتقطعيه وديريه في المجمد. بغيتي كيما انا حيدت له القشور ديالو كامل، حيدت له ديك العظام ضروري صافي. كتقاديه كبلاستيك كديريه في المجمد. المهم انايا كنستافد منه ملي كنديرو في المجمد، كيبقى ليا زوين. والكميه اللي بغيتي راه كتجبديها، كتجبدي جوج وحده. المهم كديري عصير مع التفاح مع هكا الفريز. تقدري ديري هكا مع الحليب. المهم كتستافدي منه وكيبقى لك هكا في المجمد. المهم درت هاد الكميه ان شاء الله، وتنجيب كميه اخرى ونديرها. هنايا ما كنت كملت معكم الفيديو السابق اللي كنت هكا خمس هكا البلاكار. المهم هكا مسحته، درت لي مسيحه اللي خفيفه وصافي، وصورت معكم كيفاش رتبته. المهم عادي وصافي. هنا بنات كما كتشوفوا غنحكي الماعن، واخا تعطلت. كاين اللي حكي الماعن وساله، ولكن انا عاد غنحكهم لان السيمانه العطله اللي كانوا يشدوا الدراري العطله ما كان الناس خملوا ديورهم. انا كنت مشيت هكا كنت مشيت لدار غوستي الله يرحمها، كنت مشيت ليها جلست واحد سيمانه تقريبا. المهم ديك 3 ايام او يومين الاخر اللي غيقراو فيها الدراري عاد جيت. المهم مشى ليا هكا الوقت، ولكن المهم بعدا تمتعت وفوشت انا وليداتي وراه هذا هو اللي مهم. هنايا بنات بعد ما هنايا جالسه في الحمام حيت بعدا درت لهم هنايا الصابون البلدي والخميره كما شفتوا، خلطتها مع صابون البلدي وخميره. ماشي هذيك الساعه اللي حكيتهم، راه درت لهم صابون البلدي ومشيت قضيت شغلي لان الفيديو راه ماشي. المهم هاد الفيديو هذا سبقت لكم التفاح والاول، ولكن انا كنت درت هادو هما الاولين وكنت حكيتهم. غير الفيديو ملي كتقادي راه ما كيجيش مرتب. لان ملي كتبقاي تقادي هكا الفيديو راه ما كيجيش مرتب. المهم كنت قاديت هادو هما الاولين والتفاح هو في الليل. المهم انا بنات هنايا كنت درت لهم غساله الاولى، درت لهم حكه الاولى ودرت لهم هكا الحكه الثانيه. كتب عليكم الا قلت لكم انا راه درت عليهم الصابون، دوزت عليهم وخرجوا كيشعلوا. والله ما كانوا عندك الدراع ولا لمولاتي والله ما يخرجوا. صابون البدي فعلا كيعاون، هو شويه ديال الخميره كيعاون، ولكن صراحه خاصك شويه ديري مجهود شويه. هنا بنات بعد ما درتهم في الشميشه وخرجوا لي صراحه، خرجوا لي كيشعلوا. رديت كل حاجه بلاصتها، ما كياخذوش هاك الوقت. هنايا صافي ارتحيت واحد شويه. صافي بعد ما فطروا هكا الدراري درت غندير لي كيش لان ما درتهمش من قبل. لان كنبغي نعمر بهم ان شاء الله. ومهم هنايا درت نص كيلو ديال الطحين، درت 2 سلايف ديال الطحين لان الزلافه الثانيه راه ما عمرتهاش مزيان. المهم كل زلافه كتهز رابعه، درت 2 سلايف، درت نص كيلو ديال الطحين. هنا الزبده عندي لده هي اللي عندي، راه بديت كنحك فيها ولكن قلت بلاتي هكا نديرها مع الطحين احسن باش ما كتعذبكش نهائيا. كتبقاي ديريها في الطحين وانت كتحكي، كديريها في الطحين وانت كتحكي صافي. ما كديش منك الوقت بزاف. ان شاء الله عندي عده طرق بزاف صراحه غنديرهم معكم ان شاء الله اذا كتب الله يا ربي في هذا رمضان ان شاء الله. واخا غيتحط الفيديو شويه واحد 3 ايام او 4 ايام، ولكن كينفع صراحه. ملي كتشوفي هكا عده طرق. انا شخصيا انا كنتعلم وكنبغي نستافد اكثر. هنايا بعد ما درت شويه ديال الملحه، هنايا راه درت بيضه ما كانش عليا نديرها في الاول ونسيت، ماشي مشكل، اخطاء نتعلموا. هنايا بعد ما شديت شويه ديال الزبده اللي درت كلها 250 غرام. بحال كتبسبسيها مزيان مع داك الطحين. هنايا راه قصعه صغيره وراه غتبان لكم كميه كثيره لا راه لان القصعه صغيره. وغيبان لكم الطحين لا راه غير نص كيلو هذاك، والقصعه صغيره ما كتبانش بزاف.
هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. صافي كملت هاد الكميه هادي كامله، كملتها صراحه دغيا ما كتاخذش منك الوقت نهائيا، وكتعطيك واحد الكميه لا باس بها. المهم غدوز لك بعدا واحد، الا بقيتي كديري واحد 3 المرات حتى ل 4 المرات. المهم شوفي نتيا الكميه اللي غتحطي. المهم انايا غدير ليا، لا درت ليا 2 مرات ولا 3 ما قالها واحد الحد، ولكن غنعاودها كما قلت لكم، غنعاودها ان شاء الله. صافي هنايا بديت كنجمع بها بالماء بارد، ضروري يكون الماء في الثلاجه او الماء بارد من الروبيني، ما يكونش هكا سخون نهائيا. صافي كتبقاي تجمعيها، كتبقاي ديري الماء بشويه بشويه. المهم انا هزت لي هاد الكاس و2 معالق تقريبا، بقيت كنضيف بشويه بشويه حتى كتجمعات ديال العجينه بزاف، راه ما كتجيش عاوتاني هي قاصحه بزاف، كتجي او رطبه. المهم هانتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي. بعد ما عجنتها جمعتها ودرتها في واحد البلاستيكه، وغنديرها في الثلاجه كما كتشوفوا. درتها في الثلاجه تقريبا واحد 2 سوايع، عاد حيتها من الثلاجه وغنبدا نخدم بها. هذه هي الطريقه ديالي. صافي هنايا غنديرها في البلاستيك هذه، غتلصق لي واحد شويه ولكن في الاول غندير هكا الزيت واحد شويه، غدهني واحد شويه زيت غير باش ما كتلصق ليك، وصافي غير باش ما كتلصق ليك. هانتوما هذه الطريقه ديالي. هنايا بعد ما هادو دهنتهم بشويه ديال الزبده ورشيتهم بالطحين، الطريقه اللي زعما عاديه. احسن ما ديري الزيت، لان هكا درت الزيت هكا في الميكا وديري الزيت عاوتاني في هادو غادي يجيو مزيتين. احسن ديري هكا الزبده ماشي مشكل. المهم هذا هو، ولكن صراحه يجيو فنين. ما كدوش منك الوقت بزاف، هما فيهم حتى المقادير بزاف، واحسن بكثير ما تشريهم من الزنقه. المهم هذه هي الطريقه ديالي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجربي على لا وهكا تردوا لي الخبر ان شاء الله. اول مره كنظن واقيلا اول مره ما عقلتش واش درتهم معكم ولا لا، والله العظيم ما عقلتش. ولكن صراحه انا كيصدقوا لي فنين، كنتمنى صراحه تجربوهم علاش لا. تقدري تقليهم هكا بالحمص او اللوبيا. باش ما كان هنا كنت كندهنهم بشويه، كندهن يدي بشويه ديال الزيت. صافي كتبداي تخدمي باش ما تقلتيهم تدخليهم الفران. هنا كنت شاعله الفران قبل بواحد 5 ديال الدقائق يسخن ليا هكا الفران. صافي كتقبي هكا بالفورشيط وكتدخلي الفران. ما كديوش حتى الوقت، دغيا كيطيبوا دغيا ما زعما ماشي مشكل في الطياب. خاصك غير تردي لهم هكا البال لان دغيا كيتحمروا، غير يبداو يطيبوا ديري لهم غير نص طيبه، لان ملي غديري لهم الحشوه غديري لهم غتزيدي تكملي الطيبه الثانيه. المهم هنايا درت بستة وكتبقاي ديري بالدله كتخرجي الطابع ديالهم. صافي هذه هي الطريقه ديالي يا بنات. هنا اختي لو وصلتي لهنا ما تنسالياش اختي واحد اللايك وتبارطاجي القناه مع الاحباب الاصدقاء، هكا باش نستافدوا كاملين، وهكا باش القناه ديالي تزيد لقدام ان شاء الله. شكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلى الكومنتات الزوينين ديالكم. الله يحفظكم ويخليكم ويعطيكم من ويسف خاطركم يا ربي. وديما اختي بغير الخير واحد اخر باش ربي يعطيه لك، واللي حستيه عندي احسن ما تحسيه. هذا هو اللي كاين غزالات ديالي. هذا هو انا هكا قلبي داير، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي نكونوا كاملين مزيانين، ما عندنا لاش نحسدوا بعضياتنا. هنايا بعد ما غنقادهم بهذه الطريقه هذه. غندير ليهم هكا الحمص هو اللي كانت مواجد، ما كيوقع ليه نهائيا حتى حاجه. هنايا بعد ما خرجته هكا من الفران، راه هذيك الساعه كنت غسلته وشليت واحد شويه وصافي وفزكته للحريره. والله العظيم ما كيوقع ليه نهائيا حتى حاجه، كيبقى هو هكا باش ما كتنفغ ليك. كانت عندي هاد الكميه هذه ديال الكيش، ما كانوش عندي. الاحسن كانوا عندك 24 او حتى 30 وحده. احسن ما كديري ب 12. المهم انا كانت عندي 12 وحده، ما كانوش عندي بزاف. شويه داو مني الوقت شويه، ولكن اذا كانوا عندك هكا 20 حتى 30 وحده انا ان شاء الله غنزيد منهم. صافي كتبقاي ديري كاملين وكديرهم في دفعه وحده في الفران، هكا باش ما كونش كل مره تحيدي وعاوتاني وديري وتعمرها ثاني وديري. المهم تبارك الله نص كيلو ولا كتخرج لك. وكانت هذه الكميه تبارك الله اللي عطاتني ما شاء الله. المهم كنتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوا هذه الطريقه هذه المعتمده عندي ان شاء الله. كيجيو صراحه زوينين. ولا يخليكم، نلقاكم فيديو اخر ان شاء الله.